بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار جهود الأجهزة الأمنية لإحباط مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي، فقد أكدت معلومات جهاز الأمن الوطني سعي عناصر التنظيم الهاربة إلى تنفيذ مخطط يسعى إلى إحداث الفوضى وإرهاب المواطنين وتخريب المنشآت الحكومية. يقوم على تنفيذها الإخوان الهارب أيمن أحمد عبد الغني زوج نجلة المتهم خيرت الشاطر، حيث قام باختيار مناطق حلوان، عين شمس والمطرية مسرحا لأعمال العنف والتخريب وبؤرا لتمركز عناصرهم المسلحة. وقد توصلت جهود قطاع الأمن الوطني والأمن العام وأمن القاهرة إلى تحديد عناصر المجموعة المسلحة التي أطلقت على نفسها كتائب حلوان، وبثت مقطعا مصورا على شبكة المعلومات الدولية لعناصر تلك المجموعة يحملون الأسلحة، ويدلي أحدهم ببيان يهدد فيه بارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت العامة ورجال الشرطة والقوات المسلحة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، مستخدمين وسائل الإرهاب في تنفيذ أغراضهم لنشر الفوضى وترويع المواطنين بالداخل والإيحاء للرأي العام الخارجي بوجود ميليشيات مسلحة داخل مصر بهدف استمرار تمويل الجهات الخارجية للتنظيم الإخواني. وقد تمكن فريق البحث من تحديد العناصر المشاركة في مقطع الفيديو الذي تم بثه ومكان تصويره بإحدى مناطق عزبة الوالدة بحلوان، ومن قامت بتصويره هي فتاة تعمل بموقع رصد الإخباري التابع للتنظيم الإرهابي. عقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم استهداف تلك العناصر بعدة مأموريات مدعومة بقوات الأمن المركزي أسفرت عن ضبط 8 منهم، وهم مجدي محمد إبراهيم، محمود خراز محمود عبد الحليم، عبد الله كرم محمد داوود، محمد شعبان محمود مطاوع، أحمد رجب أحمد عقب، محمد علي صلاح علي، حسين زكي علي، وائل جودة محمد إبراهيم. كما تم ضبط سلاح آلي وخزينة بها 12 طلقة من ذات العيار بحوزة أحدهم، وكذا الملابس السوداء والأحذية التي كانوا يرتدونها خلال تصوير مقطع الفيديو. واعترف المتهمون بانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابي وقيامهم بارتكاب الحوادث الإرهابية التالية: إطلاق الأعيرة النارية على نقطة شرطة عرب الوالدة وإصابة أمين شرطة بطلق ناري، استيقاف أتوبيس نقل عام بحلوان في 14 أغسطس الجاري وإطلاق الأعيرة النارية على إطاراته وإشعال النيران به. وجاءت اعترافاتهم على النحو التالي: السلاح ده كل اللي بيتعمل بيه اللي هو اللي يطلع مثلا في المناسبات. مناسبات ايه يعني؟ اللي مثلا يعني ده مثلا 14/8 3/7. ايه اللي حصل يوم 14/8 وايه اللي حصل يوم 3/7؟ ما تقول لي. يطلع مثلا حضرتك مثلا ايه يولع كاوتشات. يوم 3/7 عملتوا ايه؟ يولع كاوتشات على الطريق. عملتوا ايه يوم 3/7؟ انا بقول لحضرتك يقطع طريق، يولع كاوتشات على الطريق. يجي مثلا اللي ايوه السلاح يعني بيجي كام حته سلاح، والسلاح نوعه ايه؟ هو كان حضرتك كان هو 6 بنادق روسي وبعد كده بقى 14. يعني البنادق الروسي دي اللي هي البنادق الليالي. اللي هي الليالي. اللي شفته يوم 14/8 14 حته ده كل اللي يوم 14/8 ده اللي هو ايه؟ 14/8 اللي فات ده على طول؟ ده ايه ده انتوا اتصورتوا بيه يعني؟ هو التصوير ده احنا كنا ماشيين عاديين طالعين على الطريق يا فندم. لقيت واحد في مش دي كانت ذكرى فض رابعه؟ كان ذكرى فض رابعه. كل ما في الامر اللي هو بس التخويف، مش مساله حاجه زي كده خالص يعني. انت قصدك على ايه بقى؟ يعني هو قال لي قول كلمه. انت قصدك على ايه؟ على الحديد يا فندم، ان هو مثلا يقطع الطريق وكده يبقى يحمي مثلا المسيره وكده. بس يحمي المسيره وكده. قال لك قول كلمه؟ قال قول كلمه. قلت ايه بقى انت؟ قلت الكلمه اللي حضرتك سمعتها وما كانش. انا ما سمعتش حاجه. انا سمعت حاجه؟ سمع. قلت الكلمه اللي هو بتاع قتل الناس في رابعه والنهضه ومساله السلميه وسئمنا سلميه الاخوان. واللي حضرتك سمعته يعني التاني. يا ابني انا ما سمعتش، عايز اسمع الكلام ده. وقلت ايه تاني؟ قلت مسألة اغتصاب النساء، وفي الآخر قلت كلمة اغتصاب النساء؟
قلت كلمة انكم مستهدفون. انكم مستهدفون. بس ما تقصد مين يعني؟ والله ما كنت اقصد حاجة يا باشا خالص بيها. خالص بيها. يعني انت كنت بتعمل الكليب ده دعائي؟ لا مش ده دعائي، وهو اصلا ما كانش اصلا كليب. ده هقول لحضرتك احنا ماشيين عادي، لا كان مترتب له ولا كان في حاجة. قول كلمة كده قالت الكلمة كده. جيت لما حضراتكم نزلتوا، هو لما الكليب انتشر احنا اصلا خفنا وهربنا اصلا. انا بسألك سؤال، انت كنت في الكليب ده من ضمن اللي بتصوره؟ من ضمن اللي صوره بس ما كنتش عادي. كنت واقف انا وواحد اسمه احمد ابو حامد، وجم راحوا منادين علينا وراحوا ملبسينا القناع وتيشيرت اسود وممسكينا بندقيه. بندقيه ايه؟ كان زي كده. بندقيه مين اللي اداها لك البندقيه؟ محمود اللي انا قلت لك عليه، كان بيلاتي بس شعره باين وصوته لانه كان بيكتب. طيب قبل ما نوصل للفيديو ده، انت كمل من اول ما اتعرفت على مجدي في المسيرات اللي هو عرفه. اول ما اتعرفت عليه كنت شايفه كان بيضرب نار في مسيره التبين. ده بدايه معرفتي، ان كنت اعرفه كنت بشوفه، بس بدايه معرفتي فيه اللي هي في التبين. تمام. كان ناحيه النفق اللي حصل عنده التفجير. تمام. ايه تاني؟ كمل يعني ازاي وصلتوا كمل. وبعدين لما صورتوا، وايه اللي خلاك تروح تصور يعني معاه؟ عادي، كان في زياده عدد، راحوا قالوا اختاروا واحد اسمه احمد ابو حامد. هو طويل ابيض شيرت ابيض ده. مين صاحب فكره التصوير دي؟ ما اعرفش، لان هم كانوا جايين كنا فاكرينهم اصلا حكومه. راح اللي اسمه كومو ده قال لك ما تقلقوش الرجاله بتوعنا. واقفين قدام الكشك راحوا ملبسينا اقناع وتيشيرتات زي كده. مين اللي لبسك الاقناع؟ هو محمود الحيوي ده، وعرفه اللي كان يعني محمود الحيوي وعرفه اللي كان بيتكلم. وعرفه. محمود لبسك ايه؟ قناع وتيشيرت اسود. قناع وتيشيرت اسود. ومين اللي اداك السلاح؟ هو برضه محمود. جاب لك السلاح منين ساعتها؟ شفته طلعه منين؟ هم كانوا كلهم نازلين بسلاح، وكانوا ساعتها معلقين على كتفهم كتير. تمام. وبعد ما خلصتوا تصوير وديت السلاح فين؟ هو خدوه تاني وركبوا عربيه كده البيضه مستنقله كبيره، ولا مش عارف 3/4، وراحوا ماشيين بيه. الناس دي غير التصوير الفيديو دي يا عبد الله، عملوا ايه يوم 14؟ ما نزلوش معانا المسيره، وكنا بنسمع ان في ناس شغاله لوحدها من غير المسيره فايز؟ بقول له مين رمضان فايز؟ قال لي ده امين شرطه باسم حلوان. امين شرطه في اسم حلوان. مين اللي قتله؟ ما اعرفش، وقال لي الجماعه اللي كانوا في البيت اللي انا قلت على اسمائهم. اللي هم مين؟ عرفه اللي حضرتك بتقول عليه. يعني عرفه بنفسه ولا ناس ثانيه يعني بصراحه؟ عرفه يعتبر اللي ماسك كل حاجه. وما زالت الجهود الأمنية مستمرة لملاحقة باقي المتهمين. وفي إطار المتابعات الأمنية لضبط العناصر الإخوانية المتورطة في ارتكاب أحداث العنف والتعدي على المنشآت العامة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد 2 من المتورطين في واقعة إشعال النيران بمقر حي المعادي، وهما علي حسين سيد حسين، إكرامي نبيل السيد حسن، وقد تم إلقاء القبض عليهما واعترافا بارتكاب الواقعة، وذلك على النحو التالي. وانت كان دورك ايه؟ انا تأمين. وعبد الله اخوك كان دوره ايه؟ تأمين. وناجح كان دوره ايه؟ ناجح كان اللي هو يرمي فتيل. وحسام كان دوره ايه؟ حسام برضه يرمي فتيل. واشرف كان دوره ايه؟ اشرف كان بيعملوا اللي هي الاسايق والاساليب. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر إحدى الخلايا الإخوانية الإرهابية بمحافظة الشرقية والمتورطة في أعمال تخريب عدد من أبراج الضغط العالي ومحولات الكهرباء بالمحافظة، وكانوا يخططون للقيام بعدة حوادث إرهابية، من بينها استهداف عدد من ضباط وأفراد الشرطة وبعض المواطنين الرافضين للممارسات الإخوانية، وتخريب وإسقاط برجين للضغط العالي بمدينة العاشر من رمضان، وهم محمد علي توفيق عبد الرحمن، محمد فريد سعد الخرباوي، عبد الحي أحمد عبد الحي، وبحوزتهم عدد من الأسلحة النارية، وجاءت اعترافاتهم على النحو التالي. كنا عاملين أكتر من عملية، كان منها 4 أكشاك في البلبيس، كان في كشكين منهم على طريق بلبيس الزقازيق، وفي كشكين كانوا جوه البلد، واحد عند المستشفى الكبير، واحد عند معهد بلبيس الأزهري الإعدادي. كنا عملنا برضه عملية اللي هي العبوات على برج على طريق العاشر، زرعنا 4 عبوات على برج على طريق العاشر، ونتفجر منهم عبوتين وعبوتين ما تفجروش. النهارده كنا بنفجر محاولات، كهرباء، فجرنا 4 محاولات في البيس، وكنا النهارده بننوي رصد ضربة
حميد تعجيز السيد غزال، أمين شرطة ماسك أمن الدولة في البيس، وابتدينا رصده منذ فترة طويلة ورصدناه، وكنا ناويين النهارده ننفذ الموضوع. السلاح ده محمد واحد اسمه أستاذ محمد محمدي، ده كان مديه لحميد أبو وأحمد فراج عشان يدونا عشان ننفذ العمل. وفي إطار العمل الأمني المكثف لإحباط المخططات الإرهابية للتنظيمات التي تنتهج العنف وتسعى لتعكير السلم العام وزعزعة الاستقرار، فقد توصلت معلومات جهاز الأمن الوطني إلى تولي الإخواني حمدي سعد فتوح محمد مسؤولية تكوين تنظيم إرهابي يتخذ من أفكار تنظيم القاعدة منهاجا له، ويسعى لارتكاب أعمال عدائية وتخريبية ضد المنشآت الهامة والحيوية ومرافق الدولة. وقد أسفرت الجهود الأمنية لقطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي عن ضبط قائد التنظيم و12 من عناصره، وبحوزتهم العديد من الأسلحة الآلية وبعض المواد الكيميائية التي تستخدم في تصنيع المتفجرات. اعترفوا أنهم كانوا يعتزمون مبايعة قائد تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد الشام والعراق على الولاء، وجاءت اعترافات 3 منهم على النحو التالي: اسمي حمدي سعد فتوح محمد، اسمي الحركي جمال، من كفر البطيخ محافظة دمياط. اعتنقت الفكر الجهادي سنة 2006. ارتبطت بعد كده بتنظيم القاعدة عن طريق محمد جمال عبده. سافرت ليبيا عن طريق محمد جمال عبده سنة 2012. في ليبيا دخلت معسكرات تنظيم القاعدة هناك، واتدربت على السلاح والرماية وعلى تصنيع المتفجرات. بعد كده سافرت مالي، شاركت هناك في عمليات في مالي فترة، واتصبت في ايدي بطلق نادي. في الفترة دي كنت أنا أعرف أنا واحد بلدياتي اسمه سيد يوسف، هو في سوريا دلوقتي تبع تنظيم داعش. اتكلمت معاه وقال لي إن أنا هوصلك بتنظيم داعش، وقعد فترة وبعد كده رد عليا قال لي شوف الناس اللي معاك جمع منهم بيعة. كنت أنا معرف سيد يوسف في الوقت دلوقتي إن إحنا إن أنا معايا 3 مجاميع، مجموعة في دمياط ومجموعة في إطراء ومجموعة في ليبيا. تاني يوم الساعة على طول بعد ما قال لي اجمع البيعة، تاني يوم رجع قال لي الغي البيعة، ما تجمعش بيعة من حد، وتيجي في أقرب فرصة هنا عشان تقابل قيادات داعش وتتفق معاهم في العمليات وفي الشغل ونظام الشغل. بعد فترة بقى اتعرفت عملت أنا ومجموعة من الإخوة الملتزمين، عرفتهم في حركة حازمون. عملنا بعض العمليات التخريبية، منها حرق سيارات لبعض النصارى عندنا في البلد، وحرق صيدلية راجل مسيحي عندنا. بعدها بفترة اتعرفت على واحد اسمه حمدي فتوح، كان جاي من دولة ليبيا من خلال واحد صاحبي. قابلني في المزرعة عنده في كفر البطيخ، بدأ يتكلم معايا إن إحنا لازم ننفذ عمليات ضد الجيش والشرطة، وكلفني إن نعمل مجموعة عندي في البلد تحمل نفس القناعات والأفكار. بالفعل كونت المجموعة تحمل نفس الأفكار، بالفعل كونت المجموعة عندي في البلد، وقال إن هو ينزل يعلمنا نعمل متفجرات. وواحد صاحبي منهم من المجموعة اللي أنا كونتها دعمه بمبلغ 5000 جنيه لشراء الأسلحة والمواد اللازمة للمتفجرات. بعدها بمدة أنا اقترحت عليه إن إحنا نعمل عمليات عندنا في متغمر، منها اختيار رئيس مجلس متغمر وواحد مسيحي عندنا في البلد، معروف بتعاونه مع الشرطة. قال لي بعد رمضان هنبدأ ننفذ العمليات. انضميت لتنظيم القاعدة، تنظيم التوحيد والجهاد التابع لتنظيم القاعدة عن طريق طارق بالعزم، وكان مسؤول التنظيم محمد جمال عبده. وعن طريق التنظيم رحت معسكر تدريب في سينا، اتدربت فيه على السلاح والتفجير، وفي ناس تانية راحت معسكرات تدريب في غزة وفي ليبيا وفي مالي، اتدربوا فيها على السلاح وتصنيع المتفجرات والصواريخ. وبعدها بفترة حمدي سعد فتوح رجع من ليبيا، ولما حمدي رجع من ليبيا دبر لي مكان اللي أنا أقعد فيه في الفترة اللي أنا هربت فيها. بعد كده حمدي فتحني في إن هو هيبايع داعش، وإن هو عمل مجاميع في دمياط وفي ميت غمر، وإن هو بعد كده جاب 4 قطع سلاح آلي وطبنجتين، واداني منهم طبنجة ووزع باقي قطع السلاح على أفراد التنظيم. وقال لي إن هو هيعمل متفجرات، وإن هو هيضرب منشآت داخل مصر، هيضرب أهداف داخل مصر. وتؤكد وزارة الداخلية عزمها على المضي قدما في أداء واجبها في حماية الوطن وأبنائه،
والتصدي للبؤر الإرهابية والإجرامية، ولن تسمح للمحاولات اليائسة التي تقوم بها عناصر الجماعة الإرهابية للنيل من استقرار البلاد وتهديد أمنها، ولن يتوانى رجالها لحظة واحدة عن ملاحقة كل من تورط في أعمال التخريب أو ترهيب أو سعى لإشاعة الفوضى وترويع المواطنين أو التعدي على مقدرات الوطن. حفظ الله مصر وبارك جهود أبنائها المخلصين.